صباح الخير أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم بتشاهدوا فيديو اليوم. وشكرا لكل من ضغط على القناة وعم بيشاهد محتوى اليوم. بداية بنبلش بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وإن شاء الله تلاقوا الفائدة وحضري قهوتك واحضريني لليوم. إن شاء الله إنه رح يكون فيديو ممتع. هون أنا كنت مصورة على 3 أيام، أربعة خميس جمعة. في شغلات كتير حابة أشاركها معكم، اللي هي مشترياتي من شي أن. غدا كتير طيب بالقرع. فكرة كتير حلوة ممكن تعملوها بهذا الوقت اللي هو موسم القرع. وتعديلي لبعض الشغلات بالقعدة، لطاولة القعدة، وتعديل غرفة الأولاد، عملت فيها دهان وشوية تعديلات رتبتها أكتر. فإن شاء الله إنكم تستمتعوا. بداية هون كنت أنا عم ببلش نهاري بفنجان القهوة طبعا، وهذا الكرواسون من جوردينيا عم بيجي 3 أنواع: سادة بالزبدة أو فراولة أو شوكولاتة. أنا بحب السادة بالزبدة. أوقات بقسم الكرواسون من النص، الحشوة اللي بدك إياها مثلا تقدر تضيفيها تركي أو جبنة أو أي شيء أنت بتفضليه. أنا حبيت هون أشرب قهوتي مع الكرواسون السادة. هلأ هون أنا طلعت مشواري ورجعت، كانت وصلتني الطلبية وحبيت أصورها وأشاركها معكم. هذا منظم الريموتات جد حلو، جد رائع، بنصحكم فيه لأنه أنا بحب كل شيء يكون منظم. يعني إلا ينعجق المكان إلا تتوزع الأغراض، بس آخر اليوم بداية اليوم بتنظمي هالريموتات كلها قدامك جنبك، بتستعمليها بأي وقت. بنصحكم فيه. هاي بتتلزق على جدار الحمام أكرمكم الله عند المغسلة عشان تنظمي فراش الأسنان، معجون الأسنان، أو أي إشي بدك إياه. هلا أنا في حمامي فلتت، عند حمام الأولاد ضلت ثابتة، بس برضو بتنفع تكون موجودة على المغسلة. وبرضو هدول جبتهم للمطبخ. حبيت شكل القرع فيها وحتى ملمسها حلو، بس أنا جايبتها منظر مع الستاند. هذا الستاند كمان أنا كنت جايبة منه واحد كبير، حاطة فيه منشفة تنشيف الإيد. وهذا الستاند حطيتها حتى أنظمها على مكان تاني عند الخزانة، وحطيت القطعة التانية عند الفرن. عن جد حلوة. آه، عندهم شيئا كتير رسمات أو أشكال حلوة، والماشتها حلوة كمان. بس أنا بحب استعملتها كمنظر، يعني أكتر من إني أستعملها للتنشيف. ممكن تستعمليها للتنشيف، مفيدة بتسحب مي. هلأ هاي جبتها برضو ستاند للصحون. يعني أوقات مثلا الواحد ممكن يكون عنده ضيوف بده يعمل ضيافة أو يحط للمعمول للحلويات، فهو بيحمل الصحون الصغيرة، بيكون منظرها مرتب. وفي هاي البيجامة اللطيفة أنا حبيتها كتير، هي خريفية وصيفية بنفس الوقت. كتير حلوة، كتير ملمسها رائع. هلا أنا جبت كمان ورق تجليد، بس راحت الصورة بسرعة. هاي اللي حورجيكم عليها التعديل. وهون أنا ما بعرف مقلبت، فكرت إنه بيجوا علبتين مع بعض، إجت علبة واحدة اللي هي صابون هاند. حطها بالمطبخ، في المطبخ، وحط فيها صابون للإيد يعني، بستفيد منها، ولأنه معظم القطع بتكون باللون الأسود عندي. هلأ هون اللزازة والتعديلات. أنا عندي هاي الطاولة، طاولة القعدة، بحطها أوقات على الوش الأبيض وأوقات على الوش الأزرق، البيبي بلو. حبيت إنه الجزء الأبيض عندي مو مبين بالكاميرا، بس كتير منقر. وبقلب يعني بقلب الأزازة، هي مش مثبتة يعني، بس تقيل كتير. فقلت أنا حابة أعمل تغيير يبين اللون الخشبي. فقلنا نجرب. فعلا جبتها لهاي ولطاولة آيكيا، اللي برضو بسبب الاشي السخن اللي كنت أحط عليها خربت، ومو حابة أستغني عنها، لساتها ظابطة وكويسة. فوالله نجحت العملية معي، بس صدقا صدقا يعني بالأول تغلبت لأني اشتغلت لحالي وطوّلت، وكان أوقات ما يزبط معي. فمثلًا إذا بتلاحظوا هون الطاولة الطويلة، لأ أنا قسمتها قسمين فبيّن، يعني قطعة إجت فوق قطعة. بس يلّا كتجربة أولى عن جد رائعة وحلوة كتير، وحبيتها يعني، هي مبينة أكتر على التصوير. وهدول القطع كنت جايبتهم من فترة طويلة. مش عارفة شو كنت أعمل فيهم بالضبط، حسيتهم قلال إني أحطهم بحيطة واسعة، لزقات هيك على شكل على لون ذهبي. استعملت مثلهم لون سيلفر جنب التلفزيون. فحبيت إني لأنه الصالون الضيوف عندي بيكون بالذهبي، الثيم تبعه ذهبي أكتر شي، فقلت خليها هيك أول ما بيفتح الواحد الباب بتكون هيك فاصل. وعن جد حبيتها حلوة. انتوا احكوا لي شو رأيكم.
تمام. هلأ هون رح ننتقل على بنفس النهار إنه عملت كان هذا لأ آسفة، هذا النهار التاني اللي هو يوم الخميس، حبّيت إنّي أعمل أكلة خريفية، بس كنت يعني بدي أعمل شوربة القرع، بس قُلت لأ ما بدي أعمل شوربة القرع لحالها، بدي أضيف جنبها إنه مثلًا شيش طاووق ورز أنا باسميه رز الطازج، يعني لمّا بنروح على مطعم الطازج الرز اللي عندهم زاكي، أنا باحب الطعمة تاعته، فحاولت إنّي أوصل لطعمة الرز، هلأ بتشوفوها بالفيديو لأ يعني بلّشت أول شي تبّلت الدجاج وحطيته بالتلاجة متل ما شفتوا لبن، بابريكا، بودرة مرقة الدجاج، بهار توم، بهار بصل، البهارات اللي انتم بتحبوها وبتفضلوها، وممكن بدون اللبن يعني زي ما بتفضلوا، وشوية زيت أو زيت زيتون وبتبلهم هيك وبخليهم يعني بغطيهم بحطهم بالتلاجة لحتى ينقعوا أكتر. بكون هون بلشت أحضر بشوربة القرع، صدقا أنا أول مرة عم بعملها بس كانت ناجحة من أول مرة وسهلة ورائعة. يعني حتى أنا خُفت أشتري قرعة كاملة، إنه قُلت يعني شو بدي أعمل فيها كلها، فاشتريت قُلت له اقسم لي إياها، يعني اشتريت نُص القرع. أول شي بدايةً من نقشّر القرع، أنا فضّلت إني أقشّرها بهاي الطريقة أسهل وأسرع، لإنه بالسكين كتير صعبة، هي شوي طرية من جوا بس قاسية شوي من برّا. وقطّعتها وفضّيت البذور تاعتها وقطّعت جزر وبطاطا، قُلت بدي أضيف جزر وبطاطا، بهاي الأثناء حطيت فليفلة حمرا وتوم وبصل حطيت عليهم فلفل أسود وملح وزيت زيتون، وهيك دعكتهم وحطيتهم على درجة حرارة 180 لحتى حسيتهم هيك نشووا، لأنه الهدف إني هلأ زي ما شايفين هلأ هيك هم نشووا، بعد ما أكون خلّصت الشوربة رح أضيفهم بالآخر، عطت نكهة زاكية. ممكن تستغني عن هاي الخطوة يعني ببهار البابريكا المدخن يعني بتشتري بابريكا مدخن من عند العطار وبتخليه عندك بخزانة البهارات بفيدك بكل الأكلات. هلأ هون أنا على نار حامية حطيت القرع وتبلتها وبعدين ضفت عليها البصل والثوم المشوي وخليت الفليفلة للآخر. بعدها ضفت الجزر والبطاطا ورجعت شوي حطيت التتبيلة اللي هو بودرة الثوم، بودرة البصل، فلفل أسود. أكتر بهار معتمد لهذه الأكلة الملح والفلفل الأسود والقرفة و... اللي بحب رشة جوز الطيب والقرفة وجوز الطيب والفلفل الأسود وشوي من قرنفل مطحون، مش ضروري بس هي القرفة الأساس فيها. بعد ما قلبتهم منيح حطيت مي مغلية عليهم، هي الهدف إني أنا بدي إياهم يسلقوا مع بعض يندمجوا مع بعض، بعدين بالبلندر رح أطحنهم. هلأ هون بلشت أشك سياخ الشيش طاووق عشان قلت كمان بهالأثناء قبل ما تستوي خضار الشوربة بيكون بالفرن كمان عم تستوي الشيش طاووق. رجعت أنا زدت شوية تتبيلة عليهم، البابريكا المدخنة وهلأ بلشت أشكهم وحطيتهم بالفرن على درجة حرارة عالية بالرف الوسطاني. مبدئيًا الشيش طاووق ما بيحتاج كتير، يعني أهم شي يكون الوقت كتير، يعني أهم شي تكون الحرارة بالفرن يعني محمية الفرن قبل بوقت. وهون أنا عندي الفرن يعني ما بيشتغلوا يعني الشواية والفرن مع بعض، فبتخليهم بتراقبيهم يعني أول ما تبلش هيك تستوي بتقلبيهم أو بتشغلي الشواية عليهم. بهالأثناء كانت الخضار استوت فبالبلندر طحنتهم، ما عندك البلندر بالخلاط بتطحنيهم وترجعيهم على الفرن. بعدها ضفت البابريكا أو سوري الفليفلة اللي شويناها وطحنتها معهم، أعطت طعم زاكي. هلا ممكن تستغني عنها هاي الشغلة يعني، بس أعطت طعم لذيذ كتير. هلا أنا هون ما كان عندي كريمة الطبخ، ضفت قشطة. أنا بالنسبة لي بقولكم أي شي بدكم تستعملوا فيه كريمة الطبخ بديلها هي القشطة، يعني إذا عندك قشطة هي بديلة كريمة الطبخ. ممكن تزيدي شوية حليب عليها إذا بدك كمان تزيد الكمية. هيك أنا خلصت الشوربة وكانت تقريبا الشيش طاووق جاهزة. كيف بعمل الرز اللي أنا بسميه رز الطازج؟ بكون ناقع رز بسمتي غسلته 7 مرات وناقعته نص ساعة وبصفيه. هلأ هون على نار حامية بضيف الزيت، البصل، بحب أقلي بالزيت البهارات الحب اللي هي الهيل، كبش قرنفل وفلفل أسود حب، يكون حب. بعدين بضيف الجزر المبشور وبضيف الصلصة الحمراء، صلصة البندورة وبودرة مرقة الدجاج
وطبعا ممكن تحطي بودرة بصل يعني كنكهات زيادة. ممكن تحطي مثلا شوي إذا عندك بهار كبسة، بس ما في داعي لأنها هي بتعتمد هيك تكون حمرة على طعمة البندورة و... واللي هي البهارات الحب إنها تحمصت فبتطلع نكهتها. يعني أهم شي تحمصيها قبل ما تضيف الرز. وبعدها بقلبهم شي يعني 5 دقايق على النار لينشف الرز. وبكون ضفت هون شوي كاتشب أعطت طعم زاكي. بعدين أهم شي لازم تضيفي مي مغلية ولا تغمرها، وهيك بكون بتتركيها على نار نار عالية لتغلي. بس يبلش الرز ينشف شوي على نار واطية وبتسكريها. بتغطي الطنجرة. وهيك أكلتنا جاهزة. عملت سلطة وهاي الشوربة بتشهي صدقا، طعمها رائع. كل العيلة أعجبت فيها وحبوها جدا. هيك يعني طب يعني وجبة غنية، إنه مثلا شوربة وتعملي جنبه شيش طاووق. ممكن بدون رز يعني خلص شيش طاووق شوربة. بس لأني عملت رز فعملت معه سلطة. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. عن جد طبق شتوي خريفي بجدارة. هلأ هون اجينا على يوم الجمعة اللي هو كان من الساعة 8 الصبح. العيلة كلها صحيت علشان نفضي غرفة الأولاد. زي ما انتم شايفين أنا لما استلمت الشقة كان فيها هذا اللون الأزرق. بعدين مع الوقت والأولاد اللي كانوا يزورونا وكذا، أنا أولادي صدقا كبار يعني ما بيخربشوا على الحيطان. بس أوقات بيجيك ضيوف بيكون في أطفال صغار بتتفاجئي بيحصل بعض الخربشات. مكان التلزيق، مكان الصور. اللون اصلا نفسه مستفزني. يعني عم بحس الغرفه ما عم تنضف. يعني برتب لهم اياها بمرق من جنبها بحسها مكركبه. فاللون عامل انكسار في عمليه تنظيم وترتيب الغرفه. انا هيك شفت يعني صراحه. لانه صدقا بعد ما وحدت اللون جبت نفس اللون تاع البيت نفسه اللي هو بيكون جاهز لدهان وبتكسريه بمي وبتدهني يعني. ف... فما أخذ ساعة الموضوع، ساعة فقط. يعني على 9:30 10 إلا كنا خالصين الحمد لله. مثل ما أنتم شايفين هاي وجه نظافة. بس دهنت الغرفة والكوريدور. والسجادة الموكيتة رجعنا عدلنا عليها لأني أنا لما جبتها كان جوزي مسافر. ما حبيت إني أقصها فقلت خليها إنه إذا احتجتها تكون أكبر. فطلبت منه طبعا إنه يقص لي الموكيتة عشان تتنظم الغرفة وتترتب أكتر. طبعا هون كنت مفضية عشان الدهان فضيت الرف اللي فوق الغبرة غير طبيعية. لأني أنا كتير بحط بهذا الرف كل الأغراض تاعت أولادي من هم صغار اللي كانوا يربحوها أو ألعاب صغيرة اللي هي على شكل معين يعني. فبحب أحتفظهم فيها. هذا بكون رف بس هيك فيه هاي الأشياء من هم وصغار. فهلأ بتشوفوا كيف بنرجع بنرتبها. المهم الغرفة عن جد نظفت نظافة غير طبيعية مجرد ما إني لغيت هذا اللون الأزرق. لأنه حسيت إنه مش عم بحس الغرفة نظيفة أبدا. ف وما أخذ وقت، ساعة كنا مخلصين. هون جوزي زي ما قلت لكم قص لي الجزء الزايد من الموكيتة. فكمان أعطى رتابة أكتر وتنظيم أكتر للغرفة. هون مكان التخت طبعا يعني. هذا كده اسمه المشتري. خذ التخت كمان. هلا هون مثل ما شفتوا رتبنا الخزانة تاعت الأولاد. مسحت غبرتها ورتبتها ورجعت شلت أي إشي مش بحاجته ونظمت لهم إياها مرة تانية. كنت بالمدرسة والقصص هاي. وهون مثل ما شفتوا الرف اللي حكيت لكم عنه فوق التلفزيون اللي هو ممنوع اللمس زي ما بقولوها. إنه هي فيها كل الذكريات تاعتهم من مشترياتهم اللي كانوا يربحوها من المطاعم أو يحبوا يشتروها وهم صغار أو هدايا إجتهم. هون كنت شاري من شيئان، ما بعرف إذا كنت ورجيتكم إياه من قبل أو لا. هيك مثل لاصق مضيء. يعني بنحط ورا مراية ورا شاشة ورا تخت خلفية يعني. وإله ريموت وبتختار اللون بدك إياه. عن جد حلوة يعني بتعطي إضاءة وهيك حلوة يعني. للغرفة مثلا أو للمكان. والحلو إنهم بيقدروا يختاروا اللون اللي بدهم إياه. هاي الستيكرز وهاي الشغلات كلها من شيئان. وانا كمان كنت شاريت لهم. هلا انا شاريت لهم كمان ستيكرز حلوين. رح اشارككم اياها بفيديو تاني ان شاء الله. لانه مكان الحيطة بدي احط هاي الستيكرز عشان انا ما بحب هيك حيطة مات فاضية يعني.
ممكن أمسك جزء وأحط فيه مثلا براويز أو استيكرات معينة تعبر عن شخصيتهم أو عن يعني هيك إشي حلو يعني. فرح أشارككم إياها إن شاء الله لقدام. هون ابني قال لي صوريني وأنا بلعب. وهلأ رح نوصل لآخر فقرة باليوم من يوم الجمعة بعد ما خلصنا ترتيب، لأنه قلت لكم ما أخذ ساعة الموضوع وساعة ترتيب وتنظيف لأنهم تعاونوا معي العيلة. فننتقل لفطور الجمعة. بس بداية بدي أحكي لكم عن هاي الوصفة السحرية لعلاج عرق النساء عن تجربة، اللي هي لية الخروف. ما تتفاجئوا، أنا عن تجربة ناس وعن اللي طلع لي بالإنترنت قد ما كنت أعمل سيرش أبحاث عن علاج عرق النساء، لقيت إنه عن السنة النبوية، وهذا الشيء أنا ما بقدر أكد لكم إياه. في علماء قالوا حديث صحيح 100%، علماء قالوا حديث ضعيف. أنا بناء على تجربة الناس جربته، الناس اللي جربته من معارفنا وشفيوا عليه وتركوا الأدوية. يعني صديقة أمي لما جربته بتقولي أنا كنت أروح أخذ إبرة 300 دينار، بتقولي من بعد ما جربت هاي لية الخروف مدة تقريبا هي قعدت عليها يمكن شهر أو 10 أيام، والله مو متذكرة، أنا 6 أيام. يعني بداية بتجيبي لية الخروف تقطعيها مكعبات، بتذوبيها على الطنجرة، بتفضيها بعلبة أزاز زي ما أنا ورجيتكم، بعدين بتسحبي معلقة وبتذوبيها بكاسة. أنا فضلت إني أضيف عليها وتاخديها على الريق، فضلت إني أضيف عليها فيتامين دي، لأنه أصلا الفيتامين دي عشان ياخد مفعوله الحقيقي لازم يتاخد مع دهن أو بعد وجبة دسمة جدا أو مدهنة جدا. فأنا قلت بما إنه مطلوب مني عشان علاج عرق النساء للأعصاب إني أخذ فيتامين دي، فعشان أعزز مفعوله إني أنا أخده مع الدهن. أنا عن تجربتي بفضل الله والله أعلم يعني، بس بفضل الله إنه استفدت. يعني أنا ضليت على نفس العلاجات، شو هم؟ البي 12، الفيتامين دي، المغنيسيوم، هاي الشغلات. بس لما أخذت أول شيء 3 أيام على الريق، بعدين رجعت وقفته يومين، رجعت عملت كمان 3 أيام، حسيت بفرق. الحمد لله حسيت بفرق، ربي لك الحمد. فحبيت أحكي لكم تجربتي يعني، وما بتضر يعني، إذا ما فادت ما بتضر. لية الخروف هي لية صحية، ما مش يعني مضرة. فجربوا يعني اللي عنده مشكلة بهذا الموضوع. هاي تجربتي كانت. هلأ هون فطور يوم الجمعة حبينا نعمل تغيير عن الحمص والفول والفلافل. صرنا إلى فترة عم نعتمد هذا الفطور، هيك الأولاد بحبوا صايرين. فأنا كنت مشتهي أفوكادو، عملته بهاي الطريقة، بهرسه بحط معه ملح وزيت زيتون ومنغمسه غماسي يعني بناكله. وهون بقطع الهوت دوغ من النص وبقليه بهاي الطريقة، بعد ما أشوحه بغطيه فالحبة بتكون أنفش. وهون عملنا بيض مع الجبنة، أنا هون كنت سالقة الجبنة زيادة فدابت، بس جبنة الحلوم أو الجبنة البيضة بتقطعيها، تحمري الوش، ترجع بتقلبيه، بعدين بتضيفي البيض العيون وبتغطيه. وبدك عشان يطلع معك شي زاكي عن جد تستمتعوا بالبيض مع الجبنة، إنه يعني تنتبهي إنه تأحمش، يعني خليها تأحمش. فبنضيف طبعا الفلفل الأسود إذا في بابريكا كمان والملح. ولاحظي كيف هيك الأحمشة من تحت، هاي اللي حتعطيها اللذاذة، حتى عن جد مميزة بتكون الطعمة. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا فيه وفاتكم. ما تنسوني من كومنت لطيف ولايك واشتراك في القناة، وإن شاء الله بلاقيكم فيديو جديد. سلام.